السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم فيديو جديد، غادي نشارك معكم هاد السلطه هذه مولات الالوان. كما كتشوفوا الحمص ديما ما كنستعملوه غير في الكسكسو في الحريره ولا كان شي كرعين، يعني ما كنديروش السلطه. وصراحه سلطه كيجي غزال وكتجي واحد الوجبه اللي كامله متكامله، يعني طبق اللي كيحتوي على البروتينات، على الفيتامينات، على الالياف الغذائيه. ممكن تاخديه عشاء، ممكن تاخديه غدا. المهم كما كتشوفوا هنا عندي الحميمصات ديالي هما هادو. المهم انا كنرطب ديما الحمص، كنجيبو كنرطبو كنديرو في الفريغو، وقت اللي احتاجيتو كنجبد منه. المهم كما شفتوا هنايا انا غناخذ هذا القياس هذا لان على حسب عدد الافراد الاسره ديالي، وانتم الا كانت الاسره ديالكم كبيره ديروا القياس اللي غادي يكفيكم. كما شفتوا هنايا درت شويه ديال الملحه ودرت الماء، وغادي نسد عليه في الكوكوط حتى يطيب. غير هو ما طيبوهش البنات حتى يهرى، المهم يبقى شاد راسو وفي نفس الوقت يعني رطب وفتي وطايب مزيان. المهم كما كتشوفوا الخضر اللي غادي نرافقها، الالعاب السحريه بدات. كتشوفوا هنا عندي الفلفله حمراء وصفراء وخضراء، المهم شويتهم على البوطه وقشرت لهم الجلده ديالهم، وغادي نقطعهم هكا طريفات صغار كيف ما شفتوا بحال هكا. من بعد غادي نضيف واحد الحفينه ديال مطيشه سوغيز، المهم القياس اللي بغيتو. حتى لو ما توفرتش لكم مطيشه سوغيز ممكن انكم ديروا مطيشه العاديه تقطعوها مربعات. وغادي نستعمل هذا الليشو هذا الموف، حتى هو كيجي في السلطه رائع وكيجي لذيذ. غادي نقطعوا شرائح رقيقه بزاف، وغادي نستعمل الفقوس دابا راه موجود تبارك الله. بغيتو ديروا الفقوس اولا الخيار، غير هو النصيحه ان الفقوس كيعطي واحد المذاق احسن من الخيار. المهم كما شفتوا قطعته مكعبات بهذا الشكل هذا. ومطيشه سوغيز غادي نقطعها غير على جوج باش ما تجيش يعني تقطع يبقى مقاد في السلطه، يعني ما يجيش شي كبير وشي صغير. المهم كما شفتوا قسمتها هكا على جوج. والخس غادي نضيف هنايا المهم ضفت انا نص خصه. المهم البنات القياس كيبقى على حسب العدد الافراد الاسره، يعني الكميه اللي بغيتي ديري في هذه السلطه هذه لك الاختيار. المهم كما تشوفوا هنا الحمص البنات راه هو تسلق وصفيته كما شفتوا كيف ما قلت لكم كيجي رطب، ولكن تيبقى شاد راسو بهذا الشكل هذا. غادي نضيفوا على هاد الخضره هذه كامله اللي قطعنا. وبالنسبه للصلصه اللي غادي نرافقوا بها هاد السلطه هذه غادي نحتاجوا ضريس ديال الثومه، ولا كان توفر لك البودر ديال الثوم، انا ما كانش عندي. ممكن تضيفي واحد راس ديال المعلقه. غادي نضيف نص عصير ديال الحامضه، وغادي نضيف 2 معالق ديال الخل ديال الحامض، شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار وشويه ديال الكمون. وغادي نخلطوا هاد المكونات كامله البنات، وغادي نضيفوا زيت الزيتون حتى هو غادي نضيفوا منه واحد 2 معالق كبار البنات. وغادي نخلطوا هاد المكونات كامله البنات مزيان، راه كتجي لذيذه بهاد لاصوص هادي. من بعد كنخلطوها مزيان حتى كتدخل فيها هذيك لاصوص اللي درنا ديال زيت العود والخل والحامض والبزار والملحه والكمون. راه كتجي لذيذه البنات بزاف، ما تسخوش تشبعوا منها والله. زعما غير جربوها يعني كعشاء او لا غدا. المهم ترافقوها يعني باش ما بغيتو بالحوت بلا داند بالمشاوي باي حاجه. وما غادي نكمل معكم ونشارك معكم الغدا ديالي كامل اشنو درت فيه وباش رافقت هذه السلطه هذه. خديت نص كيلو ديال الكبده ديال داند اللي غسلته بطبيعه الحال بالحامض وبالملحه، وقطعته طريفات صغار. ضفت عليه 4 البصيلات صغار، المهم انا البصله عندي صغيره، الا كان ممكن تضيفي 2 بصلات كبار. غير هي الكبده كتبغي البصله كتجي بها زوينه. وكندير القزبر ومعدنوس اللي مقطعين ديجا عندي في الفريغو. ضفت شويه الملحه شويه البزار شويه تحميره وشويه الكمون وزيت العود. صافي هادشي اللي درت في هذه الكبده هذه، يعني باش ما كي داك المذاق ديالها ما تتغلبش عليه العطريه. المهم شحرتها ودزت باش نوجد معاكم خيزو الليمون. دابا الليمون موجود يعني تستافدوا منه، وكيجي الخيزو والبالبا يعني كيجي منعش وكيجي غزال. المهم هاد الغديوه هذه راها صحيه يعني 100%. تصلح الناس اللي كيديروا لونطريمون، الناس اللي عندهم فقر الدم، الوليدات هكا نعطيوهم شي حاجه اللي مفيده واللي مغذيه البنات. صافي غادي ناخذ هاد الخيزو وهاد البالبا غادي نحكم في الحكاكه رقيقه ماشي الغليظه، نحكم في الرقيقه باش كيجيو زوينين. المهم غادي نحك هاد الكميه ديال الخيزو كامله وهاد البالبا هذه حتى هي. المهم انا مبغيتش نسلق البالبا، خليتها هكا باش نستافدوا منها خضره احسن. وغادي نعصر الليمون ونرجع معكم باش نخلطوا هاد الشليضه هذه المغربيه الغنيه عند التعريف. كتجي زوينه البنات في الصيف
وتا في رمضان حتى هي كنستهلكوها بزاف. المهم ضفت شويه السكر على حسب الذوق ديالكم وشويه ديال القرفه صافي، تنديروها في الثلاجه حتى تبرد. ايوا هي هذه الغديوه ديالي البنات اللي وجدت معكم. المهم كفكره الانسان دابا كيدخل الصيف وكيبدا يسخن الحال، كنبغيو شي حاجه هكا اللي منعشه واللي خفيفه. المهم هذه غديوتي ديال هذا النهار هذا، وضروري من الحار وكنبغي الكبده نعصر عليها الحامض وناكلها. المهم درت طريفات ديال الحامض، وهذا هو الخيزو بالليمون والبالبا من بعد ما برد في الثلاجه، والسلطه حتى هي بردات. من هذا الفيديو هذا كنبغي نشكر مجموعه صدق والتعاون، اقوى واصدق مجموعه في اليوتيوب برئاسه العملاق اتوميكس فلوغ، يدعم في جميع الشروط، الساعات، العصافير، الدولار. الناس اللي باغا تفعل قنواتها ما عليها الا تدخل لهاد المجموعه هذه وراه غادي تشوف فيها الخير، يعني كيفعل لك القناه في وقت وجيز. مرحبا بمن يريد الانضمام، واللي بغى ينضم ما عليه الا يتواصل معايا في هذا الفيديو هذا بالتعليق، وغادي نوصلوا المجموعه ان شاء الله ما يشوف الا الخير. وكنبغي نشكر الناس اللي كيخليو لي التعاليق الزوينه المحفزه في حالهم لا يخطيهم، شكرا لكم بزاف. وهنا كيكون الفيديو ديالي سالا. نتمنى هاد الفكره هذه ديال هاد الغدا تنال الاعجاب ديالكم، تابونوا عندي في القناه وفعلوا الجرس، وما تنساونيش من التعاليق المحفزه والبارطاج مع الاهل والاصدقاء، وبالصحه والراحه.